في ناس ظاهرة اليومين دول على السوشيال ميديا هم مش صناع محتوى، هم بياعين وهم. بيشتغلوا على المراهقين. المراهق أصلا بيكون في وقت تكوين هوية، فدايما عنده شوية أسئلة متكررة زي مثلا أنا مين؟ الناس شايفاني إزاي؟ هنجح ولا لأ؟ هل أنا مهم؟ في اللحظة دي بيظهر الناس دي، والناس دي ما بتبقاش شغالة بعشوائية، هم فاهمين بيشتغلوا إزاي بالظبط. بيلعبوا على 5 حاجات رئيسية عند المراهق. أول حاجة بيلعبوا على خوفه، فيرموا له شوية كلام كده زي مثلا لو أهلك بيعلوا لك الكورتيزول سيب لهم البيت وامشي، يقول لك صحابك غيرانين منك. وهنا بيزرع عند المراهق فكرة ان العالم كله ضدك، وان دايما الحل في انك تقطع وتبعد. تاني حاجة بيخلق له عدو وهمي زي مثلا اهلك توكسيك، صحابك بيكرهوك، مجتمعك غبي. طب ليه؟ لان الشخص المنعزل هو اسهل حد تسيطر عليه، لانه بيبقى دايما مصدق افكارك انت اللي اصلا بتتبني. تالت حاجة بيبيعوا هوية جاهزة. ازاي تبقى الفا، ازاي تبقى جامد، ازاي تعمل ملايين قبل العشرين، ازاي البنات كلها تجري وراك. هو هنا مش بيعلمك مهارة، هو هنا بيديك دور تمثله. رابع حاجة بيخلق فجوة نفسية ويستغلها، فيبدأ يقولك انت ضعيف وشكلك وحش وحياتك عادية، وبعدين يقولك اشتري الكورس ده بقى. خامس حاجة بيعمل تضخيم كذاب، فيبدأ يستعمل مصطلحات زي لازم وبسرعة ودلوقتي وسر محدش هيقوله لك غيري. فالكلام ده والثقة اللي عنده بتقفل التفكير وتخليك تمشي ورا كلامه. ايه الأضرار اللي بتيجي من المحتوى ده ومن الناس دي؟ أول حاجة بتبقى تشوهات معرفية، الكل ضدي. تاني تشوه بيبقى البني آدم يا ناجح جدا يا فاشل جدا، مفيش وسط. حاجة كمان وهي ضعف الهوية، بدل ما تسأل أنا عايز إيه بتسأل هو الجامد بيعمل إيه، فتعيش نسخة مش بتاعتك. حاجة كمان وهي تدمير العلاقات، تشوف الناس كلها ضدك، تتعامل باستعراض، تبقى دفاعي ومتوتر، في الآخر بتتعرض للرفض. حاجة كمان وهي زيادة القلق والاكتئاب، ودي اللي عدد 50% في جين زي. آخر حاجة هي إدمان الإنجاز الوهمي، كل حاجة بقت بسرعة، في 7 أيام تعمل كذا، في 7 خطوات تعمل كذا، فمخك يتعود على الوهم مش المجهود. طب ليه المراهق بالذات بيتأثر بنوع المحتوى ده؟ طبيعي لأنه عنده احتياجات، احتاج إن هو ينتمي، احتاج إن هو يتقدر، احتاج إن هو على الأقل يستقل فكريا، وهم بيدوا نسخ مزيفة من ده. طيب إزاي نعرف الناس دي؟ الناس دي بعد ما تسمعهم على طول هتحس بنقص، هتحس بضغط، هتحس إن أنت متأخر وإن في حاجة غلط فيك. وكمان هتلاقي الناس دي بتتكلم بثقة زيادة، مفيش احتمالات ومفيش مساحة للنقاش، في يا صح يا غلط. وبيبقى لك فكرة إن أنت لو ما مشيتش بطريقتهم تبقى شخص عادي، وإن الشخص العادي ده فاشل. طب إزاي تبعد عنهم؟ مش تعمل لهم بلوكات او تقفل فيديوهاتهم وخلاص، محتاج تفهم الدنيا اكتر. مفيش حد يختصر لك الحياة، مفيش فيديو هيغيرك. اي تغيير بياخد وقت، ولازم يكون فيه غلطات، لازم يكون فيه تجارب. دايما خلي عندك مساحة انك تشك، مش كل كلام من حد واثق لازم يبقى صح. اسأل نفسك انت عايز تبقى ايه بجد، مش اللي بيتقالك تبقى زيه او يتقالك تمشي عليه. وخليك قابل ان انت في مرحلة بتتعلم فيها، مش لازم تبقى جامد دلوقتي. خلاص كلامنا إن المشكلة مش فيهم بس، المشكلة انك لو صدقتهم هتبدأ تبص لنفسك بعين مش بتاعتك، وهتجري طول الوقت من غير ما توصل عشان الهدف من البداية مش حقيقي.